السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة من الأخبار الرياضية المصرية والعالمية في عالم الساحرة المستديرة، فتابعونا. طبعا الخبر الأبرز اللي بيتصدر الصفحات الأولى للصحف العالمية والجرائد العالمية هو وفاة النجم الدولي البرازيلي الجوهرة السمراء بيليه عن عمر ناهز 82 عام بعد صراع طويل مع المرض. أصيب بيليه بمرض السرطان منذ سنوات، وكان بيتلقى العلاج منذ فترة طويلة بجانب بعض المشاكل في القلب والكلى. وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية خلال الأيام الماضية، وظل في المستشفى لأيام طويلة من أجل العلاج. بدأ بيليه مسيرته الكروية مع نادي سانتوس وهو في عمر 15 سنة، ولعب مع منتخب البرازيل وهو في سن 16 سنة، وفاز ب3 بطولات كأس عالم مع منتخب البرازيل أعوام 58 و62 و70، وهو اللاعب الوحيد اللي حقق هذا الإنجاز بفوزه ب3 بطولات كأس عالم. الأخبار اللي معانا الباقية عن النادي الأهلي بالنسبة لموقف اللاعبين المصابين، وهنبدأ بخبر إصابة مصطفى شوبير. للأسف بيتعرض مصطفى شوبير لإصابة بالتواء في الركبة على هامش مران الفريق الأحمر النهاردة الخميس، بعد استئناف الأهلي تدريباته بدون راحة عقب التعادل مع سيراميكا 1-1. وبيجري مصطفى شوبير أشعة من أجل الاطمئنان على الركبة وحجم الإصابة اللي تعرض ليها ومدة غيابه عن فريق، وتحديد البرنامج التأهيلي اللي هيخضع له اللاعب قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. التشخيص المبدئي للإصابة من قبل الجهاز الطبي إن إصابة مصطفى شوبير ليست قوية، لكن ستحسم نتيجة الإشاعة حجم الإصابة وموقف اللاعب الطبي. أما عن أكرم توفيق فاللاعب بيتوجه النهاردة الخميس للنمسا برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق لإجراء جراحة الرباط الصليبي غدا الجمعة. أيوة، أكرم توفيق هيعمل العملية غدا الجمعة. أكرم حاجز من بدري بأحد المستشفيات العملاقة في النمسا، وهيكون في انتظاره في المستشفى الطبيب المعالج لحالة اللاعب. بالنسبة لموقف أحمد عبد القادر ومحمد طاهر من المشاركة أمام بيراميدز، أحمد عبد القادر لسه قدامه أكتر من أسبوع أو 10 أيام على التعافي من الإصابة، وتأكد غياب أحمد عبد القادر بشكل تام عن مباراة بيراميدز المقرر ليها الاثنين المقبل بالدوري. إن شاء الله المباراة هتتلعب على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 11 للدوري. بنتمنى إن الأداء يتحسن والنادي الأهلي يعمل مباراة تليق باسم النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. إصابة أحمد عبد القادر هي عبارة عن تورم في قدمه، وما اتدربش النهارده بسبب خضوع اللاعب لفحص طبي يوم السبت المقبل لتحديد موقفه من اللحاق بالمباراة. الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة بيحاول يعمل جلسات علاجية مكثفة لتجهيز عبد القادر لما بعد مباراة بيراميدز. أما عن اللاعب طاهر محمد طاهر، اللاعب خارج قائمة الفريق اللي هتواجه بيراميدز، وهيبدأ طاهر للنزول للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة. الجهاز الفني بيمنح اللعيبة راحة سلبية غدا على أن يخوض المران الرئيسي لمباراة بيراميدز يوم السبت إن شاء الله. بعدها الفريق هيدخل معسكر مغلق عقب المباراة مباشرة. بنتمنى لجميع المصابين الشفاء والعودة سريعا إلى المستطيل الأخضر بإذن الله. على صعيد الصفقات الجديدة، النادي الأهلي بيخلص في صفقة محمد الضاوي كريستو بشكل رسمي، والإعلان قريبا عن الصفقة. محمد المكشر المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي بيقول إن اللاعب محمد الضاوي تلقى 3 عروض رسمية من جانب النادي الأهلي والوحدة الإماراتي ونادي لوجانو السويسري، وشهدت المفاوضات مكثفة بين النادي الأهلي والنجم الساحلي من أجل انضمام محمد الضاوي للنادي الأهلي. وقال إن النادي الأهلي طبعا قدم عرض مالي يقدر بحوالي 800,000 دولار، والمبلغ ده بيشمل المقابل المادي للاعب
بالإضافة إلى راتب اللاعب. وكمان النادي الأهلي هيتنازل عن قيمة 975 ألف دولار غرامة اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي. أما عن الأخبار العالمية، مبابي بيقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ في غياب ميسي وطرد نيمار. بيحقق باريس سان جيرمان فوز غالي على ستراسبورغ في الوقت القاتل بالدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي. سجل ماركينيوس وكيليان امبابي هدفين باريس سان جيرمان، وعاد ماركينيوس بتسجيل هدف التعادل لستراسبورغ بالخطأ في مرمى. بالفوز ده بيرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد ستراسبورغ عن 11 نقطة في المركز ال19 وقبل الأخير. بيغيب ليونيل ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ بسبب الأجازة اللي حصل عليها ميسي بعد الفوز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين. الخبر اللي جاي عن نجم منتخب مصر أحمد حجازي اللي بيقود التشكيل المثالي للجولة العاشرة للدوري السعودي. الاتحاد السعودي بيختار النجم الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة على رأس التشكيل المثالي للجولة العاشرة من الدوري السعودي. حجازي بيقود نادي اتحاد جدة السعودي للفوز على التعاون ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي. وسجل أهداف اتحاد جدة كل من هيلدر كوستا وعبد الرازق حمد الله هدفين. بالنتيجة دي بيحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقبع التعاون في المركز الخامس ب20 نقطة من 10 مباريات. الخبر الأخير عن لاعبنا الدولي محمد صلاح، وبيقول لاعب يهدد محمد صلاح في ليفربول بعد ما أعلن إنه ضم نجمه الجديد القادم من الدوري الهولندي كودي جاكو بعد تألقه في المونديال مع منتخب الطواحين وإحرازه 3 أهداف في 5 مباريات. ومنذ الإعلان عن قدوم النجم الجديد صار الجدل حول مستوى مشاركات محمد صلاح مع الفريق بعد ارتفاع عدد خط هجوم ليفربول إلى 5 لاعبين، لكن محللون أكدوا أن محمد صلاح مش هيتأثر بكونه اللاعب الوحيد في خط الهجوم اللي يتميز باللعب أساسيا في مركز الجناح الأيمن، بينما يتقن كودي اللعب في مركز الجناح الأيسر. إلى هنا تنتهي جولتنا الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.